منتجات دارت البوز. اجيو تشوفوا معايا واش فعلا زوينه ولا لا. خليو لي قليب ويلا نبداو فيديو. اول واحد هو هاد سودو كريم اللي كان دار البوز في الجروبات، كلشي كيهضر عليه على اساس انه كيبيض. كيف غتشوفوا معايا التركيبه ديالو فعلا زوينه، ولكن راه ما فيه حتى شي حاجه اللي كتبيض، فيه غير اكسيد الزنك ومكونات اخرى اللي كيعاونوا على التئام الجروح. نديروه من ورا لاسير باش ما تحرقش لينا البشره ديالنا وما ينوضش لينا الحبوب. كيعاون في الحبوب اللي كيكون حمر ومتهيج والكزيمه. اما التبييض راه ما كيبيضش البنات. هاد الشامبوان ديال هذا اللي كيصبغ الشعر كان دار واحد البوز كبير في تيك توك، كلشي كيهضر عليه اللي كيصبغ الشيب. هذا راه كارثه. شوفوا معايا البنات التركيبه والمكونات اللي فيها. فيه مكونات اللي كيسببوا اضطراب الغده الصماء، المكونات المسرطنه ومكونات اللي كتسبب في اضطراب في الغده الدرقيه. هذا الشيء راه خطر البنات وخاصنا نوعاو به. ما لاحظتوش ان الغده الدرقيه انتشرت عند العيالات بواحد الصوره اللي كبيره كبيره كبيره، ما يمكنش تكون شي وحده في المونطوراج ديالك ما كتعرفيهاش فيها. وهذا الشيء راجع لهاد المنتجات اللي كنستعملوهم وما كنردوش البال المكونات ديالهم. هاد الشامبوان تا هو ديال هيليورونيك اسيد، كلشي كان كيهضر عليه على اساس انه كيرطب وداكشي. كيف كتشوفوا معايا التركيبه ديالو ماشي امنه 100% وماشي واو، ما فيش غليسرين، ما فيش بزاف الحوايج اللي ممكن يكونوا زوينين. وهذا الواقي الشمسي ديال لوريال تا هو كلشي كان كيهضر عليه. كيف كتشوفوا معايا التركيبه ديالو تا هو يا حال صافي بزاف المكونات اللي خايبين وكاع الانواع ديالو، ماشي غير هذا اللي صورت. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتخليو